عمرك حسيت ان مجرد ما فكرت في منتج لقيته بيطاردك على الفيسبوك وانستجرام؟ تحس كأن الموبايل بيقرا افكارك. تعالوا بقى نفهم الموضوع بطريقه تقنيه وبسيطه. الموضوع مش سحر، الموضوع داتا. الشركات الكبيره بتعتمد على حاجه اسمها التنبؤ السلوكي اللي هو behavior predictions، وده بيحصل عن طريق انها بتتبعك بشكل مكثف وجميع انواع بياناتك، زي داتا البراوزنج هيستوري، المواقع اللي انت بتدخل عليها يعني. بعد كده بتقدر تقرا كمان السيرش ريكويري اللي هي الكلمات اللي انت بتبحث عنها في جوجل. كمان بتقدر تشوف السوشيال ميديا بيهيفير، يعني البوستات اللي انت بتتفاعل معاها، او حتى انت لو بتتمشى كده في البوستات وقفت على بوست معين. طب تقدر تعرف ايه تاني؟ تقدر بتعرف حاجه اسمها اللوكيشن داتا، تقدر تعرف الاماكن اللي انت بتروحها بالموبايل من غير ما تحس. كمان في حاجه اسمها ديفايس انفورميشن، نوع موبايلك، نظام تشغيلك، مستوى البطاريه، اوقات معينه اللي انت بتستخدم فيها الموبايل. كل ده هي بتلمه وبتبدا تجمعه وتحطه جنب بعض. كان بتستخدم كمان تكنولوجي اسمها الكوكيز. الكوكيز ده اللي هي ملفات صغيره بتتخزن على جهازك وبتراقب تحركاتك من موقع للتاني. كمان في حاجه اسمها تراكنج بيكسل، دي اكواد صغيره مزروعه في المواقع والتطبيقات بتراقب سلوكك بدون ما تحس. دي اسمها اللي هي بتبدا تراقب انت بتعمل ايه بالظبط. في حاجه كمان اسمها الديفايس فينجر برينت، اللي هي تقنيات بتحدد هويتك الرقميه حتى لو انت مسحت الكوكيز. طب ليه احيانا انت بتحس ان بمجرد ما بتفكر الحاجه بتيجي على طول قدامك؟ كل اللي انا قلته لك ده كمان زيد عليه